بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. المراجعة النهائية النهاردة هنكملها لقوانين العمل. دبلوم تجارة ده العملي المتوقع في امتحان آخر السنة بإذن الله. حضرتك هتركز عليه، مش هيطلع منه سؤال العملي عشان بإذن الله تكمل معانا وتدخل الجامعة. مطلوب من حضرتك متابعة القناة فضلا وليس أمرا، عشان هينزل عليها بإذن الله كل المراجعات وكل التوقعات الخاصة بالامتحانات قبل الامتحان بيوم واحد علشان حضرتك تبقى مستعد. ونصيحة أخيرة، لازم تبقى حضرتك طموح وعندك صبر انك انت توصل لهدفك. مفيش حاجة اسمها ناخد الدبلوم ونقعد في البيت، لا مفيش كلام ده دلوقتي. خليك طموح وحدد هدفك صح، وخد خطوات وذاكر واستعين بالله ولا تعجز. ويلا بينا نكمل الفيديو الخاص بالمعاش المبكر. للحجز مع أكاديمية أبرار التعليمية أونلاين المعادلة الخاصة بالتعليم التجاري برجاء التواصل مع رقم 010-6204-8030. ده رقم أكاديمية أبرار التعليمية. تواصل معاها، وهي إن شاء الله المواد العلمية متوفرة معاها وأفضل المعلمين علشان يجتازوا بيك امتحان المعادلة وتدخل إن شاء الله الكلية اللي حضرتك عايزها. وهنكمل مع بعضينا إن شاء الله مناهج كلية التجارة. فحضرتك البداية من هنا، ما تترددش في التواصل مع أكاديمية أبرار التعليمية لتقديم استفسار أو الدعم. بإذن الله هنقف معاكم ودعواتكم. معاش الشيخوخة المبكر هنبتدي الأمثلة على طول عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، وانا بعتذر مقدما اذا كنت بتكلم بسرعة شديدة عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل قوي ويسبب حالة من الملل. يبقى المثال الاولاني: مؤمن عليه يعمل بالحكومة، استقال وعمره 48 سنة، وتقدم بطلب صرف معاش مبكر في 1/10/2009. متوسط اجر الشهري خلال السنتين الاخيرتين 360 جنيه، ومدة اشتراكه في التأمين 22 سنة. يبقى اول حاجات هناخد بالنا منها في التمرين ان عمر هذا الشخص 48 سنة، يعني لسه بقيله حوالي 12 سنة لحد ما يطلع على المعاش. احسب معاش الشيخوخة المبكر، علما بأن المعامل المقابل لسنه 1/65. بركز على ملحوظة هامة جدا: مدة الاشتراك إذا كانت بالشهور طبعا هنضرب في 12. المعامل هيكون موجود في التمرين حسب سنه، يعني مثلا سنه 48 سنة يبقى المعامل بتاعي 1/65. سنه مثلا 42 سنة يبقى المعامل بتاعه كذا. في الأمثلة اللي جاية إن شاء الله أنا هقول لك المعامل بتاع الخاص بالتمرين إيه. يبقى في التمرين هيجيب لك المعامل مقابل السن، مش هتحفظه. يبقى المعاش من الشيخوخة المبكر بيساوي المتوسط في مدة الاشتراك في 1/100 أو في المعامل. تمام. يبقى المتوسط بتاعه 360 جنيه، المبلغ اللي هو آخر سنتين. المدة بتاعتي اللي هو شغالها في الخدمة 22 سنة. المعامل للمقابل لسن 1/65، يبقى المفروض المعاش بتاعه يطلع 121 جنيه 85 قرش. المثال التاني: مؤمن عليه يعمل بالقطاع الحكومي، استقال عمره 48 سنة، وتقدم بطلب صرف معاش مبكر في 1/8، ومتوسط أجره الشهري 1440، واشتراكه في التأمين 20 سنة. يبقى أطلع معطيات التمرين. تمام. احسب معاش الشيخوخة المباشر، علما بأن المعامل المقابل للسن 65 سنة. أنا هقول لك في بداية التمرين كام هو. طبعا معاش الشيخوخة المبكر بيساوي المتوسط في مدة الاشتراك في 1. المعامل بتاعي 65. تمام. كان في خطأ في التمرين اللي قبل كده، كان 65 سنة، لا هو المعامل 1/65. يبقى 1440 في 20 في 1/65، يبقى معاش 443.8 دلوقتي وقت الفيديو طبعا ده كان المعاش الشيخوخة المبكر. تمام. المعاش المبكر يعني ان شاء الله مش هحط عليه او مش هناخد معاه معاش العجز والوفاة، علشان ان شاء الله هعمل عليهم مراجعة للثلاث معاشات: معاش الشيخوخة الاساسي والمعاش المبكر وتعويض الدفعة الواحدة والعجز والوفاة. سعيدة قوي بوجودي معاكم. كنت معاكم النهاردة محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار التعليمية وبشتغل في مدارس الزهر التجارية في المنيا.
ما ننساش الشير واللايك وتفعيل الجرس علشان نرفع الفيديو لأكبر عدد ممكن. اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.